انا متاكده الا جربتي هاد لي بات بهاد الطريقه هادي لوليداتك غادي يحماقوا عليها وغيبقاو كل نهار يطلبوا منك ديريها لهم. لي بات بلي شامبينيون لا صوص بلونش كتجي واعره بزاف، بنينه 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 بزاف، معلكه، والاهم انها كتوجد في اقل من ساعه ديال المكانه. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش خليوا لي معكم لايك للتشجيع. اذا على بركه الله غادي ناخذ اول حاجه الماء اللي غادي نسلق فيه لي باد. غادي ندير فيه شويه د الملحه، كتقدروا تخدموا نتوما باي نوع د لي باد بغيتو، انا عندي هذا النوع هذا. صافي غادي نخليها كتسلق، ما تخليوهاش تسلق بزاف باش ما كتهبطش وكتهرى. المهم عطيوها شي 10 دقائق هكاك بارك عليها. بالنسبه لاصوص غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت اللي بغيتو وشويه ديال لاداند. هنا كان عندي انا جامد خليته حتى طلق، درت له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار فقط. من بعد غادي نضيف شويه ديال لي شامبينيون، الا كان عندكم الفخي من الاحسن، ما كانش كتقضيو غير بهذا بالمعلب. هنايا لي باط ملي بدات كتطلق ليا خديت منها واحد نص كاس ديال داك الماء اللي طلقات فيه اللي تلقات فيه. غنقول لكم من بعد فاش غادي نحتاجو. صافي من بعد ما طابتها نتوما شوفوا راه ما كتخليهاش حتى كتهرى بزاف، كنخليها تقطر. من بعد ما تقلات ليا داك لي شامبينيون مع لاداند ضفت لهم هنايا صوص صوجا. صوص الصوجا هذه عندي فيها المذاق ديال لي شامبينيون، هذه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي من بعد كنضيف هنايا هاد الكريمه ديال الطبخ، عندي هنايا جوج ديال الساشيات اللي درت. غندير داك الماء اللي هزيته نص اللي قدرتو عليهم، شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار، وكنضيف هنايا شويه ديال ضماد البنه، اللي ما بغاش ممكن يستغنى عليها. وكنضيف شويه من هاد لاصوص ديال الصوجا، ثقوا بيا راه كتجي زوينه بزاف. بهذه الطريقه هذه غادي نعطيها وقتها الكافي حتى كتعقد ليا ديك لاصو الكريمه. ومن بعد كنضيف الفخوماج اللي هو غابي، كتقدروا تضيفوا اي نوع كان عندكم ولا كتحبوه. وصافي غادي نعطيها الوقت الكافي. نتوما غادي تشوفوا معايا غادي نخليها كتغلى تغلى وتعاود تغلى وتعاود حتى كتعقد ليا ديك لاصوص مزيان وكتعلك. نتوما شوفوا معايا راها معلكه. صافي من بعد كنطفي عليها وكنبقى نضيف داك لي باد وكندخلها مع هذا لاصوص مزيان. وها هي الوصفه ديالنا ديال العشاء ولا ديال الغداء، ساهله واجدت لينا في وقت اللي هو وجيز. كنزينو بشويه ديال الفرماج، كتعطيه داك التعليكه كيجي زوين بزاف معلك. نتمنى هاد الوصفه ديال تنال الاعجاب ديالكم، وكالعاده الا عجبكم الفيديوهات ديالي نتمنى تخليو لي لايك ديالكم للتشجيع. شوفوا معايا راها كتجي رائعه بزاف، غير جربوها بهذه الطريقه انا متاكده غادي تعجبكم بزاف. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلام عليكم.